بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ حلقة جديدة من حلقات وجهة نظر على قناة وائل سيف النصر المتواضعة. أهلا بحضراتكم. فيها حاجة حلوة، مصر فيها مليون حاجة حلوة ومليار حاجة حلوة، وكل مصر فيها حاجات حلوة. والحمد لله شفنا امبارح مباراة مصر وبلجيكا، ومش عارف أقول للأسف ولا الحمد لله. فهو الواحد فرحان وزعلان، فرحان للمستوى وللأداء ولمحمد صلاح، وطبعا قبلها مستلم جايزة أحسن لاعب في جلوب السوبر جلوب في الامارات، وما شاء الله يعني احسن لاعب حسب التصويت بتاع السوبر جلوب. وشفنا هازارد، وشفنا هو وكورتوا والاحضان، ومنظر جميل، منظر جميل. فرحنا. واداء منتخب مصر فنيا 10/10 بصراحة. فيتوريا حاجة حلوة بس يبعدوا عنه. طبعا احنا عارفين مين اللي يبعدوا عنه، كل الناس الوحشين دول، مش عايزين نقول كلمة وحشة. الناس دي لو بعدت عنه والله العظيم والله العظيم هينجح. الراجل ده امبارح بين كرامات كتيرة بصراحة، دفاعيا وهجوميا، وكل مركز من مراكز الملعب عامل أقصى جهد عنده، من أول الشناوي لغاية مصطفى محمد. وحتى مصطفى محمد فرق معاه الاحتراف كتير، مع عدم احترامي لشخصه بعد ما بصق على حسام البدري لو نفتكر. فمن ساعتها ومحمد مصطفى محمد ده ربنا يسامحنا ويسامحه، بس هو فنيا امبارح 10/10 بصراحة ربنا. وطبعا ما ننساش خط الدفاع، ومفاجأة علي جبر، أنا كنت مش متوقع منه الأداء ده خالص. ومحمود حمادة لاعب فاركو بصراحة نجم والله. فهم كلهم نجوم، هم كلهم نجوم. تريزيجيه عمل مباراة عمره بس ضيع، مش مهم. فزنا 2-1 على بلجيكا، ده إنجاز يعني يحسب لمنتخب مصر، وفي ظروف أسوأ ظروف اتحط فيها المنتخب، في ظل اتحاد كرة فاشل فاشل فاشل، وتابع لاتحاد كرة قبله أفشل منه، يعني كله من فشل لفشل. من 2018 واحنا بنفشل من بعد كوبر، وكوبر نفسه ما كانش يعني. فهو الحمد لله ان فاز منتخب مصر على بلجيكا بأداء جيد جدا 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 بصراحة. لسه ما وصلناش للممتاز بس جيد جدا جدا جدا، دفاعيا وهجوميا. هجماتنا كانت خطيرة. وأكرم توفيق نجم المباراة الأول، ويستاهل. النهارده كل صحف العالم بتتكلم على منتخب مصر، وللأسف من وجهة نظري أكرم توفيق ده لو موجود في منتخب مصر وما كانش مصاب في تصفيات أفريقيا أو في النهائيات، لما اتصاب نهائيات أفريقيا 2021 اللي فاتت دي، كنا ممكن نعمل فيها حاجة، وكنا ممكن ناخد البطولة في النهائي اللي خسرنا من السنغال بضربات الجزاء. وفي تصفيات كأس العالم كنا ممكن نوصل كأس العالم، بس قدر الله وما شاء فعل. الإصابة بينت إنه لا، أكرم توفيق بيفرق، فارق مع المنتخب، فارق يعني بالروح، روح الفانيلا الحمراء، روح النادي الأهلي لما بتظهر في المنتخب نجاح لنجاح، من نجاح لنجاح.
فنتمنى انه القادم يكون ان شاء الله افضل لمنتخب مصر في ظل اتحاد. انا ما اعتقدش ان ربنا يكرمنا بنتائج هذا الاتحاد الفاشل اللي بيرأسه فعليا وليد العطار اللي رئيس بعثة في الكويت. وبمناسبة دولة الكويت أنا بحيي كل منظمين المباراة وبحيي جماهير الكرة المصرية في الكويت. جماهير الكرة المصرية في الكويت أداء 10/10، جماهير محترمة محترمة محترمة. وعلى فكرة اللي نجح المباراة امبارح الجماهير، واللي خلت مستوى منتخب مصر الفني بهذا الأسلوب الجمهور. للأسف احنا في مصر مفتقدين الجماهير بطريقة رهيبة، واللعيبة ما بتلعبش بقمة أدائها عشان ما فيش جماهير للأسف. فأنا أتمنى عودة الجماهير بكامل طاقتها للملاعب في الدوري المصري وفي كاس مصر وفي كل البطولات. ده فارق مع اللعيبة، ففرق معاهم في روح الفريق في منتخب مصر جمهور المصري في الكويت. وكمان في حاجة عايز أحيي جماهير مصر في الإمارات اللي وقفت دقيقة وعملت رفعت الكشافات في الدقيقة 74. تحية لذكرى شهداء النادي الأهلي في الإمارات في مباراة الإمارات والأرجنتين اللي خسر فيها الإمارات 5 ميسي ورفاقه. بس أفضل شيء في المباراة كلها كانت منظر الموبايلات في الدقيقة 74، فكانت جميلة جدا جدا جدا. لما سمعتها دخلت بصيت اتفرجت على الفيديو بصراحة يعني حاجة جميلة جميلة جميلة. الجمهور المصري بيعزف سيمفونية جميلة خارج مصر، للأسف لا يستطيع عزفها داخل مصر. وبمزاج المصريين، عشان احنا هنا ما بنحترمش نفسنا في مصر. احنا ما بنحترمش نفسنا ليه؟ لأن من أمن العقاب أساء الأدب. فاحنا أغلب المصريين بنسيء الأدب مع بعض عشان عارفين مش هنتعاقب. وأكبر دليل امبارح بالليل اللي حصل واللي شفته للأسف 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 انهيار الأخلاق على شاشة نادي الزمالك وصل إلى تحت الصفر. انهيار أخلاقي رهيب لدرجة إنه الأستاذ مرتضى منصور بيجيب لقطات من فيلم عمارة يعقوبيان اللي بتبين الشواذ والشذوذ. طب عمارة يعقوبيان لما اتعملت في 2011 كما هو قال اتعملت فيلم وغلطوا غلطة، انت تكرر نفس الغلط وجايبوا دليل ان انت مش اول واحد انا اغلط واقول واسف على الناس والفاظي الفاظ جارحة وانتم مالكمش دعوة. اهو التلفزيون المصري من 2011 بيجيب لقطات جارحة وخادشة للحياء العام، يبقى محدش يكلمني؟ ده مش طريقة تعامل يعني. لانه ما فيش حد في الدنيا هيقعد ياخدها حجة. كنا كلنا بظنا، كل الناس هتفسد وينتشر الفساد في البر والبحر. للأسف لو على كلامه هو وبمبدأه هو ينتشر الفساد في مصر وفي أنحاء العالم كله. لأنه في حاجة حصلت يبقى أنا أعمل زيه، وده يعمل وده يعمل وده يعمل، الفساد ينتشر. فهو كده بيدعو إلى انتشار الفساد. وكمان طالع يقول محدش يقدر يوقفني، والناس اللي بتقول أنا توقفت أديني طلعت على الشاشة وأديني أهو عنتر شايل سيفه. يا عم انت عارفينك، بس ارحمنا
وارحم أبنائنا وشباننا وشبابنا وبناتنا، الناس اللي بتتفرج على قناة الزمالك. وحتى لو ما تفرجوش، بعد الكلام اللي بيطلع من باقي الإعلاميين، الناس بتخش وتشوف، فكده كده الناس هتتفرج. الناس هتتفرج عشان تضحك، عشان تشوف الإسفاف وللأسف الشديد الكلام اللي فيه بذاءات وخروج عن النص بطريقة رهيبة وسفالات. هل ده دليل على انه احنا نعمل اللي احنا عايزينه طالما التلفزيون المصري بيقول كذا ولا بيعمل كذا؟ افرض حاجة حد غلط، انا ابقى غلطان زيه؟ يا اخي حرام والله، يعني مش مبدأ يعني. ومفيش حد يقدر يوقفني، مفيش حد يقدر يوقفني، ولا في المجلس الأعلى للإعلام ولا أي حد، حتى القضاء ما يقدرش يوقفني لأن أنا عامل نقد. يا راجل كان كل الناس عملت نقد، هو أنت المحامي الوحيد اللي عارف موضوع النقد ده؟ لما كون ناس كتير محكوم عليها وما بيعملوش نقد ليه زي كده، وبيقعدوا بالثلاث شهور بعد الحكم، حكم نهائي. لما كان كل واحد حصل عليه حكم نهائي، يعني ده في ناس مقبوضة وممسوكة عشان 1000 جنيه شيكات، ولا ماضي على نفسه حاجة عشان يجوز أخته ولا يجوز بنته. ففي ناس طيبة جدا جدا ودخلت السجون. حرام ولا حلال يعني؟ أنت الوحيد في مصر اللي بتفهم في القضاء ولا في المحاماة ولا ده في ناس شاطرة كتير. اشمعنى أنت يعني اللي سايبينك 3 شهور وأكتر من 3 شهور بعد الحكم النهائي؟ طب ده كله وسايبين. فهو عارف انه من امن العقاب اساء الادب. المفروض بعد المباراة بتاعت امبارح وتشريف مصر للعرب امام تاني افضل المصنف الثاني في العالم، منتخب بلجيكا، منتخب كبير، ولوكاكو طبعا لوكاكو ما لعبش، ودي بروين وهازارد وكورتوا، يعني فريق كبير، منتخب كبير. المنظر والشياكة والأناقة ومنظر محمد صلاح واللعيبة ومحمد الشناوي وأكرم توفيق وكلام الناس في العالم كله علينا بهذا القدر الكبير لمنتخب مصر وللرياضة المصرية. الناس بقى العرب بيتفرجوا عليك وبيشوفوا اللي انت بتقوله وبيطلعوا يفضحونا وبيقولوا علينا اهو هو ده الاعلام اللي عنديكم، هو ده رئيس النادي اللي عنديكم. فحرام. ليه يعني؟ ليه يعني؟ فين صورة مصر وعامل نفسك بتدافع عن مصر؟ انا عشان ادافع عن مصر اقعد اجيب ناس واقعد اشتم فيها؟ طب هم شتامين، تبقى انت شتام ليه؟ ده مش اسلوب رد. وبعدين رد انت من خلال منصاتك، مش على الاعلام الرسمي. اعلام نادي الزمالك ده اعلام رسمي، قناة مصرية رسمية، يعني المفروض يكون ليها رقابة اعلامية زي ما بيقولوا عليها الاكواد. ما اعرفش ازاي بيقولوها، بس اكواد، اسمها الاكواد الاعلامية، طبعا الصحفيين عارفينها. احنا هنستحمل لغاية امتى الكلام ده؟ لغاية امتى هنستحمل الكلام ده؟ الكلام للمسؤولين اللي مش قادرين يوقفوه وهو طالع يشتم. وحتى ما سابش الخطيب، يعني الخطيب اخواني، سيد عبد الحفيظ اخواني، ربيع ياسين اخواني، خلى الاهلي كله اخوان. يا عم الاهلي كله اخوان، انت كنت ساعد الاخوان بتدافع عن الاخوان وبتقول عيلة مراتي كلهم اخوان، وكنت بتتصدق بيهم وبتمسك في جلاليبهم وبتشعلك في حبالهم. جاي دلوقتي تقول على ده وعلى ده وعلى ده؟ طب ما كل الناس في وقت من الاوقات كانت متعاطفة مع الاخوان، حتى انت. فما تمسكش عليهم، يعني ده مش معناه ان هو فضل الاخوان لغايه دلوقتي او بيدافع عن الاخوان لغايه دلوقتي. ولا ابو تريكه، ولا يعني ابو تريكه نفسه حتى لو غلط غلطه انا النهارده ما اذبحوش،
وبعدين الراجل هربان يعني قاعد بره، عشان ما الحكم اللي عليه، لأنه في ناس برضه عملت زي كده واتحاكمت. فهو واحد غلط، لكن الباقيين ده كلهم قاعدين في مصر ومؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤيدين للنظام المصري، وما كانوش متفقين مع دعوة 11/11. ويقول لك الخطيب كان بيتمارض ومسافر عشان يتمارض، والرعاية جايبين له فلوس وأنا ما بيجيبوليش. يا عمي والله الرعاية دي مش بإيد الدولة، الدولة لو بإيدها كانت دوك. أنت مش فاهم، ما هو سايبينك مش دول مسؤولين في الدولة، سايبينك تبرطع وتقعد تعمل كده وتجيب عمارة يعقوبيان وتجيب شوية حاجات للأسف الشديد. يعني ده حاجات والله، يعني من ساعة ما طلع فيلم عمارة يعقوبيان ده والناس كلها بتتكلم على الإسفاف اللي فيه والحرام، نسبة الحرام والكلام الحرام اللي فيه. فأنت تجيبه على الشاشة عندك عشان تبين إن أنت مش أول واحد تعمل كده، ولا ما مش أول واحد تقول كلام تخاريف فتقعد تخرف زيهم. ده مش إعلام، ده مش إعلام. بس هذا هو ما يليق بنادي الزمالك في عصرك، هذا ما يليق بنادي الزمالك في عصرك. في عصر مرتضى منصور لا يصلح إلا عمارة يعقوبيان والحديث عن الشواذ والدعوة إلى ممارسة الرذيلة. كلام قطعي، كلام قاطع مانع. المفروض أي حاجة تحصل على قناة نادي الزمالك بعد كده الناس ما تتكلمش، خلاص عادي. لما وصلت لعمارة يعقوبيان والحوارات اللي سمعناها وشوية الفيديوهات اللي جابوها، ايه ده؟ وقناة رياضية تجيب فيلم ليه؟ قناة رياضية تجيب فيلم ليه؟ اجيب فيلم عشان خاطر اترفع ومثلا ارتقي بالاخلاق، مش اجيب فيلم عشان اتواضع وانزل كمان الى قاع القاع. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. وده كله عشان الزمالك اتغلب من الاهلي في السلة وطبعا هو بيتحجج يقول لك احنا اتغلبنا عشان خاطر ايه؟ مفيش فلوس في النادي، عشان اللاعب الامريكي هرب. طب اللاعب الامريكي ما كان معاك السنه اللي فاتت وبرضه اتغلبت، والاهلي غلبك في 4-5 ماتشات يمكن اكتر. فمش حجه، كده انت بتتغلب في السله. الفرقه الوحيده اللي بصراحه ربنا ليها تواجد في افريقيا وقويه بحق ربنا، قويه فريق اليد في نادي الزمالك اللي هم بيقولوا عليه الكوماندوز. بصراحه الفرقه الوحيده الكويسه واللي فعلا تستاهل في الزمالك. لكن كل الالعاب الباقيه الاهلي الاول، الاهلي بعد كده كله يجي وراه، حتى السله، مع ان الاتحاد تاريخه اكتر لكن برضو الاهلي يتخطى الزمالك وينافس الاتحاد السكندري، لان اسكندريه معقل كرة السله طبعا. الحمد لله على كل حال. ويا رب تتقفل قناة نادي الزمالك عشان الراجل ده ما يطلعش تاني يتكلم فيها. وخليك في الفيديوهات، ما انت بتعمل فيديوهات محدش بيقول لك حاجة في الفيديوهات وبيردوا عليك بالفيديوهات زيها، لكن طالع على القناة وتدمر الدنيا. يلا الحمد لله على كل حال. ويا رب يسمعوا الكلام ويوقفوه عند حده، عشان الموضوع زاد عن حده. ومبروك لمنتخب مصر، وخلينا في الفرحة واللي فيها حاجة حلوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.